تعال اقول لك، لو عندك لابتوب او كمبيوتر وبطيء زي السلحفة ففي 3 اسباب لكده. اول حاجة البروسيسور، تاني حاجة الرام، تالت حاجة الهارد ديسك. وعشان نحدد المشكلة محتاجين نضغط الت وكنترول وديليت مع بعض. هيفتح معايا التاسك مانجر. اول حاجة عندي البروسيسور، لو لقيته واصل في ادائه ل100% هروح اضغط على زرار ويندوز ار مع بعض، ومنها هكتب الامر ده ms config واضغط اوكي. هختار بوت، ومن بوت هروح اختار ادفانسد اوبشن، اللي منها هروح اعلم صح على نمبر اوف بروسيسور واختار 8 واضغط اوكي واعمل ريستارت. اول ما يشتغل الجهاز هضغط كليك يمين على ماي كمبيوتر او زيس بي سي، اللي منها هختار مانج، واللي من جواها هختار ديفايس مانجر من على الشمال، وجواها هختار سيستم ديفايسز، اللي هروح على هاي بريزيشن ايفنت تايمر واضغط عليه كليك يمين واختار ديسيبل للديفايس. تاني حاجه، لو لقيت الرام هي اللي شغاله باقصى طاقتها اطلع فوق على ستارت اب واختار كل البرامج